عجبني قوي فكرة المايك كده عشان بحس ان انا دخلت في المود على طول. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا هبطل اتأسف على الغياب، بس عامة عندي ميديكال ابديت جديد، وده ليه علاقة بموضوع الحلقة بتاعت النهاردة. بس هقول لكم الميديكال ابديت الاول. مش عارفة في ايه، عندي some shit going on with my hormones. معرفش ده ليه علاقة بان انا دخلت التلاتينات ولا لأ. بس واضح ان يعني دوام الحلم المحال، بالذات في جسم المرأة. دوام المحال من المحال، دايما في حاجة بتطلع، حاجة بتنزل، حاجة بتروح، حاجة بتيجي. يعني الموضوع محتاج حد مركز والحد برضو ميديكلي موسوس زيي، وانا لا انصح ان انتوا تبقوا زيي خالص. بس يعني دي مش حاجة حلوة، لان انا باخد بالي جدا من التغييرات البسيطة قبل التغييرات الكبيرة، وبطلع اجري على الدكتور. وانتوا عارفين طبعا الدكاترة، مش بعمم، بس يعني معظم الدكاترة بيخليكوا تمشوا في لوبس كده. ومعظم الدكاترة برضو غصب عنهم، هم عندهم ديماند عالي قوي، فمش بيقعد ويفهمك كل حاجة، ما عندوش وقت يعمل كده، مش هيديك كورس في الطب في 5 دقايق، فبيديك الشورت كات. واكتشفت برضو معظم الناس، يعني بالذات اللي هم they're very tight on budget، الميزانية بتاعتهم ما تسمحش ان هم يقعدوا يعملوا تشيك ابس وفولو ابس ومش عارفة ايه، لما بيروحوا الدكتور بيبقوا وصلوا لمرحلة يعني عندهم يأس شوية. فالدكتور عشان اصلا يعرف يديله حاجة علاجية طويلة الأمد، محتاج يخلي المريض حالته النفسية أصلا تستقر الأول، وبعد كده يعرف يعالجه. ففي حاجات مثلا زي الحبوب اللي بتطلع في الوش أو في البشرة عامة، ليها علاجات طويلة الأمد، بتقعد من 6 شهور لسنة على ما تشوف نتيجة بقى محورية. يعني طبعا مفيش مريض حالته النفسية وحشة هيعرف يقعد يمشي على علاج 6 شهور لسنة. مفيش دكتور هيقعد يفهمك الافكتس والسايد افكتس والكونسيكونسز والبيرجينج فيزز والحاجات بقى، التفاصيل الصغيره دي اللي تخليك تبقى واعي وانت في المراحل العلاجيه بانه احنا اتس نورمال، او اللي احنا بنمر بيه ده تمام، لان انت اكيد مش هتروح للدكتور كل اسبوع برضو. فيعني لونج ستوري شورت، الدكتور بيتبع استراتيجيه معينه كده مختصره بتجيب من الاخر المفروض. فعشان كده انا اللي تعبني بقى ان انا I want the best of both worlds، انا عايزه افهم واوعى واعمل الحاجه الصح، وفي نفس الوقت عايزه اروح للدكتور، لانه في الاخر هو ده الانسان اللي دارس، اللي قعد 7 سنين من حياته في القصه دي، فهو المفروض اسمع وجهه نظره. فيعني المهم انه انا بمر بتغيرات فسيولوجيه، والتغيرات الفسيولوجيه دي ليها اعراض جانبيه. دي الفيز اللي انا فيها دلوقتي. ليه انا بقول لكم كده؟ عشان تعرفوا دايما ان كل انسان بيمر بشيء ما، الظاهر غير الباطن خالص. في الوقت الحالي يعني دايما بشوف نوعين من الناس. النوع اللي زيي، اللي هو دايما بيتظاهر غصب عنه، يعني والله مش بمزاجي، بس دايما جوايا حته كده بتاعت ان انا بمسك الحاجه اللي جوايا قبل ما تتقال ادخلها جوايا تاني، سواء بقى اي مشاعر سلبيه عامه، احباط، حزن، قلق، تعب، مود سوينجز، اي حاجه بمر بيها بحاول ان انا ما طلعهاش من بقي اقولها لحد. اللي بيكون في دماغي دايما ايه؟ انه كل امرئ بيمر بشيء، فانا مش عايزه اكون الشخص اللي بيحمل حد فوق طاقته، او الشخص اللي بيزود الطين بله زي ما بيقولوا يعني. وفي بقى الشخصيه التانية اللي هي عايشه حياتها بتشتكي بس ما بيقولش اي حاجه تانية. يعني على طول عنده مشكله، على طول عنده حوار، على طول عنده حاجه، على طول. ومش بشكك في كلام الشخص ده، مش بشكك في ان هو ممكن عادي فعلا، لانه كل انسان على طول عنده حوار. احنا كل يوم عندنا حوار، احنا في هذه الحياه كل يوم عندنا حوار. بس هل كل حوار يستاهل يتقال؟ هل كل مشكله تستاهل ان انت تعلن عنها وتبقى معروف بيها وتبقى دايما الناس بتفولو اب معاك فيها؟ يعني هل كل مشاكل حياتنا تستاهل انها تبقى هايلايتد بالشكل ده؟ ومش هايلايتد لينا احنا بس، هايلايتد لينا احنا واللي حوالينا. اللي لقيته يعني الفاينل ريزلت بتاعت النوعين دول من الشخصية، بما اني شفتها وجربتها، يعني جربت واحدة وشفت واحدة في ناس تانيين، ان الشخصية اللي هي بتتظاهر بالإيجابية دي عايشة في ستريس وضغط اكتر من الشخص اللي قاعد طول النهار بيعبر وبيقول
بغض النظر عن اللي هو بيقوله ده حقيقي وبيعكس الواقع بتاعه ولا لأ، بس هو بيعبر عن كل شيء سواء صغير أو كبير. يعني لو زهقان بيقول أنا زهقان، يعني لو أتفه حاجة إن هو زهقان بيقول أنا زهقان. ده عايش حياة ستريس فري أكتر. تخيلوا بقى، تخيلوا معايا. وده برضو ليه علاقة بالشخص. مثلا القماص، هتلاقي الشخص القماص في أي شلة ده أكتر شخص بيتعمل له حساب في الحياة، والناس بتعمل حساب لزعله، والناس بتعمل حساب لإحساسه ومشاعره ووقته وجهده وكل شيء، مع إنه إنسان مقرف. يعني I'm sorry، بس أنت إنسان مقرف. أنت معيش كل اللي حواليك في توتر 24 ساعة، ومخليهم شايلين هم كل مجالات حياتك، وانت قاعد في الفنيخة، قاعد مفنيخ. فعشان كده بقول لكم ان الانسان ده دايما يعني الاسترس عليه، هو بيحط ستريس على نفسه. فكره ان هو فيربلي بيقول وبيمانيفست كل يوم انه انا عندي هذه المشكله، انا حياتي معرفش ايه، انا ايه. طبعا ده بيكونتريبيوت او ده بيلعب دور في ان هو حالته كده، وممكن يكون هو فعلا كده، ولكن الناس اللي حواليه عاملين حساب كل الحاجات دي، عاملين حساب ان هو مضغوط، ان هو متهلهل، ان هو حزين على طول. فمحدش بيرضى يحمله اي حاجة، بالعكس بيحاولوا يشيلوا من عليه بشكل تلقائي وبشكل غير واعي. قصاد ده بقى الانسان يا عيني بقى المحتاس، اللي عايش حياة نص كم علشان بيحاول يشيل من على الناس، وبيحاول ما يحسسش حد ان هو بيمر بمشكلة او ان هو عنده مشكلة او ان هو عنده حاجة. ده دايما اللي الناس شايفة من بره ان هو you're fine you're doing fine يا برو. انت what's your problems في الحياة؟ ايه مسؤولياتك؟ كلمنا عن مسؤولياتك، كلمنا عن مشاعرك، كلمنا عن كل حاجة. تمام، لان هم بالنسبة لهم ده اللي هم شايفينه. ما انت ما قلتش الوجع يبقى ما فيش وجع، ما قلتش الحزن يبقى ما فيش حزن، ما اشتكيتش يبقى انت ما عندكش مشكلة. ما هي كده يا جماعة، 1 + 1 = 2. محدش هيدخل جوه دواخلك. لو انت مخبي دواخلك عن العالم كله، محدش هيدخل جواها ويعرف. فاللي انت بتظهره حتى المجهود، يعني حتى في مجهودك اللي انت بتعمله في حاجة، لو خبيت مجهودك، الحاجة الاوتكم اللي انت بتعملها في الاخر دي هتبان بسيطة قوي وسريعة وصغيرة ده ما خدش ثانية وبعتها، ده ما خدش ثانية وعملها، ده في ثانية كان قدامي، ده في ثانية كان ورايا، ده في ثانية كان مسافر لي، ده في ثانية كان ما فيش حاجة بتحصل في ثانية، في مجهود بيتحط. وعلى فكرة انت لو مستني هذا المجهود انه يتقدر، لازم تظهره، لازم تظهره. لو انت عايز يعني مجهودك يتقدر والناس اللي قدامك تحترم ان انت حطيت وقت وجهد وما الى اخره في حاجة، يبقى لازم تظهرها. جو بقى ان انت تعيش شبهي كده، عايش حياتك في بابل، مشاكلك كلها بحياتك كلها محشورة في قفصك الصدري، ما تستغربش بعد كده لما الناس تتعامل معاك على ان انت انسان فاضي فارغ، ما وراكش حاجة، ما عندكش مشكلة. ما تستغربش لما يحملوك فوق طاقتك، ما تستغربش لما يبقوا عايزين منك انت كل حاجة، يعني عايزينك انت تبقى مصدر كل شيء، مصدر الحب والأمان والسعادة والفرفشة والانبساط والهم، ويشيلك هم ويكلمك ويحكي لك بالساعات ويطلب رأيك ويطلب نصيحتك ويطلب شوية ويقلعك هدومك. ما تستغربش. لو انت اوكي بده وتمام بالنسبة لك فكرة ان انت خلاص انت عشان فاهم هما بيعملوا كده ليه، فانت انسان واعي وسولد لدرجة ان انت انا عارف هما بيعملوا كده ليه، عشان انا السبب في ده، انا اللي ما بقولهمش انا بمر بايه، فطبيعي يتصرفوا كده وتعيش حياتك كده. تمام. بس انا مثلا كنت في الاول تمام وما عنديش مشكلة طول ما انا مشاكلي جوايا، مشاكلي معايا محدش عارفها، مش مهم حد يفهمني، مش مهم. بس بعد فترة لقيت انه الناس بتتعامل باستهانة، في استهانة. يعني مش بس اللي هو انت في حالك وانا في حالي، لا، في استهانة. لما اقولك مثلا يلا نعمل كذا وتقولي لا لا، ايه لا دي؟ حضرتك وراكي ايه؟ وراكي ايه؟ رايحة تعملي شعرك عند الكوافير، ولا رايحة تعملي جيل نيلز، ولا رايحة تتشمسي في النادي، ولا رايحة؟ لا عادي يا جماعة، الإنسان ممكن يكون بمر بحاجة مش عايز يقولها لك، مش عايز يشيلك الهم عشان مصلحتك، عشان ضغطك،
عشان الانزايتي اللي عندك، فبيحاول ان هو يعني يتجنب الدخول في التفاصيل. يعني مفيش ابسط من كده، تجنب الدخول في التفاصيل. ولكن لا، في ناس لازم تدخلهم في التفاصيل. في ناس لازم تقول لهم انا عندي 1 2 3، مش عايزة اشوف وشك، مش عايزة اشوف اسمك على تليفوني لمدة اسبوع بس. مفيش حد بيقدر ياخد اكتر من طاقته طول العمر. في فترات الانسان بيقدر يشيل فيها ويقدر يشيل اللي حواليه، ودي حكمة ربنا في ان احنا لينا كلنا لينا طاقات وقدرات مختلفة. عشان انا تعبت انت تشيلني، انت تعبان انا اشيلك، وهكذا. في تناوب، في 1 to 1، في هات وخد. انما ما ينفعش انا اعيش حياتي بعقلية معينة وباسلوب معين مدى الحياة. مدى الحياة مش فيش حاجة اسمها مدى الحياة اصلا. يعني انا في مبادئ الانسان بيبقى يعني عنده مبادئ معينة دي بيعيش بيها طول الحياة، ولكن الاسلوب نفسه في تطبيق هذه المبادئ هو ده اللي بيفرق. الاسلوب نفسه في ان انت تعيش كل فترة تدي الفترة الحاجة اللي هي محتاجاها، ده حاجة تانية. يعني انا لما اكون بمر بحاجة فعلا واللي حواليا بيمروا هم كمان بحاجة فعلا، بس it's not fair ان انا اقعد اشيل على حساب انه ان هم مشاكلهم اكبر من مشاكلي. مفيش حاجة اسمها مشاكلهم اكبر من مشاكلي. اي انسان عنده مشكلة فهي مشكلة، ولازم انت تتعامل معاها بالقدر اللي انت شايفها وعلى حسب هي مؤثرة عليك ازاي. يعني الناس اللي بتقولك طب ما انا عندي حاجة تافهة، بس صاحبي عنده حاجة كبيرة جدا وعنده حاجة مؤثرة على حياته في كل جوانب حياته، تمام مفيش مشكلة. بس هو دلوقتي في هذه المرحلة من حياته شايف المشكلة اللي عنده كبيرة، حقه انه يشوف المشكله اللي عنده كبيره لانها مأثره على حياته، وانا كمان من حقي اشوف المشكله اللي عندي كبيره لانها مأثره على حياتي. ليه لازم اقعد احط كومباريزن ما بين اصل المشكله دي اكبر من المشكله دي فانا استحمل دلوقتي على حساب؟ طب افرض بقى لقيت نفسك بتستحمل مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة، ساعتها ايه الحل؟ يبقى ساعتها نرجع ايه نقول balance is everything. التوازن هو الحل بتاع كل حاجه. علشان ما اقعدش ادخل نفسي في تفاصيل ملهاش لازمه، واقعد اقارن مشاكلي بمشاكل الناس اللي حواليا وهم يقعدوا يقارنوا مشاكلهم بيا، وندخل في قصه ودوامه ملهاش اخر. ماليش دعوه انا بقدر مشكلتك، وانت مالكش دعوه بقدر مشكلتي. لكن انا لو متضايق من حاجه انا هيبقى صوتي متضايق، وشي متضايق، شكلي متضايق، حالتي المزاجيه مش احسن حاجه. you gotta deal with it bro. deal with it. مش هتظاهر مش هتظاهر. وبعدين انا لما تظاهر ان انا متاثر بمشكلتي، ده ياثر عليك في ايه؟ مش هياثر عليك في حاجه، الا لو انا حملتك بقى ان دي مشكلتك. يعني انا حملتك مشكلتي، وفي معظم الاوقات بيبقى this is not the case. يعني مش بنحمل حد مشاكلنا، بس احنا بنعبر، بنقول، بنأكت لايك احنا عايشين في هذا المود. ما بقاش انا قاعد مش طايق نفسي ومش طايق حياتي ودماغي عماله تلف في 100,000 حاجه، وارد على التليفون هاي يلا نخرج، يلا نروح نجيب كوفي، يلا مش عارف. لا مش حاسه ان دي حاجه سستينبل. يعني مش طريقه مستدامه الانسان يعيش بيها. ولازم يكون في توازن برضو في الحته دي. يعني ما نقعدش نعمل من الحبه قبه برضو. ما يبقاش انا عندي مشكله صغيره اقدر اتعايش معاها، انا متضايق النهارده بس عارف ان بكره هيعدي وهيكون كويس، افضل اعمل حوار وادخل الناس فيه واعمل دراما. لا. بس لو انا فعلا، يعني انا بكلمكم يا جماعه عشان انا مريت بالموضوع ده من قريب. كان في حاجات كتير قوي بمر بيها، حاجات كتير مأثره على نفسيتي، مأثره على انا مش قادره انزل اشوف بني ادمين، مش عايزه حد يشوفني ولا اشوف حد. انتوا فاهمين واصله معايا لايه؟ مش عايزه اشوف حتى اقرب الناس ليا، مش قادره اتعامل بتاتا، كلا البتة. مش قادره ارد على التليفون، مش قادره ابريفورم ان I'm okay because I was really not okay. ف it's not fair ان انا ابقى في الحاله دي واقعد اقول بس مش عارف فلان عنده المشكله مش عارف ايه، وعلان عنده ايه، وانا لازم اعمل ايه. لا خلاص، انا عايزه اعيش في المود ده دلوقتي، سيبوني في حالي، انا عايزه اتساب في حالي. فاهمين حاجه؟ فلما بدات اعبر واقول يا جماعه انا عندي مشكله فلانيه، انا I'm dealing with this now، بقى في understanding اكتر من الناس اللي حواليا، بقى في سويتش كده لفكره ايه ده بيجي لها مشاكل، يعني في مشاكل في حياتها،
هي مش قاعده طول النهار عماله تقطع بطيخ تاكل الجبنه بالبطيخ. يعني في something is going on لما تعمل مجهود في حاجه قول والله انا رحت وعملت، سالت، شفت، زرت، اتصلت. قول كلام مش بفلوس، بس الكلام بيفرق، التعبير بيفرق. لما تقول انت بتمر بايه للناس القريبين منك اللي يهمك امرهم ويهمهم امرك. ليه؟ لان دول المعامله معاهم بتاثر فيك. لو هم تعاملوا معاك باستهانه او تعاملوا معاك they're not validating your feelings. لما تقول انت متضايق او زهقان بيبقى في كده اللي هو زهقان من ايه يلا، زهقان من ايه يلا يا ابو، يعني فاهمين اللي هو بيبقى في استهانه بعد كده في المشاعر. الموضوع ده بيضايق لما بيجي من ناس قريبه، لان انت بتفتكر ومخك الساذج بيهيأ لك ان اقرب الناس ليك فاهمينك، وجو بقى بيفهموني من صوتي وبيفهموني من نظرة عيني وبيفهموني من ربطة شعري، وجو ده فنكوش. this is فنكوش. محدش فاهم حاجة ومحدش مركز في حاجة، كل واحد مشغول في حياته وفي دنيته، ومحدش هيقعد يركز في نبرة صوتك ومفيش حد مركز. فانت قول be verbal about it. لو عندك حوار في حياتك، عندك حاجة بتسعى لها، بتعمل حاجة، قول عشان الناس تفهم. محدش بيقرأ الطالع، محدش هيقرأ الطالع، وما تستناش حد يفهم من نفسه. انت قول، فهموا وما فهموش خلاص يبقى انت قلت. انما ما تبقاش، لان كمان مش بس في استهانة، في لوم وعتاب. انت ممكن تبقى انت بتمر بحاجة والناس فاكراك ندل ما بتسألش مثلا، فاهمين؟ وانت عندك حوار وعمال تلف على الدكاترة وحايس وصارف اللي وراك واللي قدامك، وعمال تاخد اجازات من الشغل مش ملاحق على، وواحد يطلع لك من الهوا كده يقولك انت ندل ما بتسألش، هتشتمه. يعني انت لو انت انسان، يعني لو انت انسان اللي في قلبك على لسانك هتشتمه، مش هيبقى فيه رد غير كده. هتبقى حاطط العذر ان هو مش فاهم مش عارف، بس انت هيبقى من جواك اللي هو انت مش عارف انا في ايه دلوقتي يا ابن فاهمين؟ عشان كده انا بطلت قصة ان انا الوم وعاتب على حد يسأل ما يسألش، والكلام ده بطلته من زمان. حط الاعذار للناس. بتفهم ان الدنيا تلاهي، واليوم بقى بيعدي بسرعة جدا، الدنيا بقت سريعة جدا، ما بقاش فيه بقى جو انا مش حياتي كلها قاعد بفكر فيك. انت مش محور الكون اصلا، انت مش محور كون نفسك حتى. يعني في ناس في حياتها هي مش محور كونها، عندها أولويات تانية، عندها عيالها، عندها أهلها كبار في السن، وعندها شغلها، وعندها حاجة. هم نفسهم مش محور نفسهم، مش عارفين حتى يحطوا نفسهم نمبر 1. فتخيل بقى تيجي انت تقول لي انت بتسأليش ليه، ومش هسأل ايه رأيك بقى. فانا العبرة من الفيديو ده ايه؟ نقول لكم ان كل حاجة التوازن هو حل كل شيء، هو ده مفتاح الحياة، مفتاح الراحة النفسية، مفتاح العقل والوعي. ان انا لما الاقي نفسي بعمل حاجه زياده عن اللزوم مؤثره عليا، ارجع اخد خطوه لورا عشان نفسي، عشان نفسيتي. لا والله يا جماعه انا تظاهرت بالقوه for too long. خلاص بقى. ويمكن انا لما كنت اتظاهر بالقوه كنت انسان فعلا في هذه المرحله من حياتي، كنت شخص قوي فعلا، كان ربنا مديني الصبر والالهام والقوه والنفسيه الصلبه اللي تخليني امر باللي انا كنت بمر بيه، او الحاجات اللي انا كان لازم اعملها. دلوقتي انا ما بقتش بنفس هذه الصلابه، لان انا ما بقتش في نفس الفيز. فكل فيز وليها الاسلحه بتاعتها وليها المقاومات بتاعتها. انت وقت ما كنت مهاجر، كنت مسافر، كنت بتشقى، كنت بتتعب، فكان عندك التولز بتاعتك. دلوقتي انت قاعد حياتك الى حد ما روتينية، يومك متوقع بشكل كبير، فانت ما بقاش عندك بقى نفس الريزيلينس ده اللي هو الصبر والبتاع والحاجات دي. وانا برضو مقتنعة او عندي بليف بيقول انه الإنسان بيتطبع بطبع البيئة اللي هو فيها. يعني كل ما أنت بتتحرك لمكان أو بيئة للتانية أنت بتتطبع بطبعها، بتاخد مقوماتها، ربنا بيديك التولز اللي أنت تستخدمها. لما بتتحط في بيئة تانية مور ريلاكس، مور أهدى كده، بيبقى الموضوع مختلف. فما فيش حاجة اسمها أنا بنيت الصلابة من 10 سنين فأنا هفضل صلب طول حياتي، أو أنا بنيت القوة والتظاهر بالقوة من 10 سنين وهفضل كده طول حياتي. لأ،
ساعات بيجي الإنسان هذه الطاقة بتخلص وبيبقى مش قادر يتظاهر ومش قادر يستحمل كلمة، مش قادر يستحمل كلمة من حد تديله انطباع ان هو هذا الإنسان القوي. لا، ما تعتمدوش بقى عليا، عشان انا ما بقيتش هذا الشخص anymore. انا بقيت إنسان عادي، لان انا دلوقتي عايش حياة عادية ما فيهاش تحديات فظيعة. فليه اكون انا عايش برتم اعلى من رتم حياتي؟ فبالتالي مش هستحمل نفس الحاجات اللي كنت بستحملها زمان. فدلوقتي بقى لما بيبقى عندي مشكلة بقول يا جماعة والله أنا عندي مشكلة. guess what؟ أنا عندي مشكلة. لو هي فعلا يعني منرفزاني، مأثرة على حياتي ومخلياني كده إيه على قشرة، مش عايزة حد يحملني حاجة، فبفهمهم. لأن هو فعلا معظم الناس بتعمل كده، وبتعمل كده طول الوقت، وبتعمل كده بدون داعي، وبتعمل كده بدون توازن، عشان تحسسك ان حياتها على طول هم ماشيين على قشر بيض، وانت ماشي على قشر بيض معاهم. بتخاف من الكلمة تضايق، بتخاف من الفعل يضايق، بتخاف من تفوت يوم ما تسألش يتضايقوا. انت عايش حياتك طول ما هم معايشينك في هذا المود انت عايشه معاهم. فمش هبقى انا بقى انا كده مظلوم، ابقى انا عايش هذه الحياة وانا اصلا في حياتي في بلاوي. لا، يبقى ناخد وندي بقى بشكل ودي. فاهمين؟ فكرة بقى ان الانسان كل ما حد يسأله عامل ايه كويس يقول له تمام الحمد لله. انت متضايق؟ لا مفيش حاجة. ليه؟ ما هو بيسألك يا متخلف، ما قول عادي. ممكن كلمة منه تطلع تطمنك، ممكن يعرض عليك مساعدة، ممكن تلاقي نفسك المشكلة اتحلت بكلمة، مجرد ما انت حكيتها طلعتها من جواك، طلعتها من قلبك، اتحلت. يعني ما بقتش بنفس القدر من الكبر، يعني بقى صغرت شوية لما طلعت واتحكت واتقالت. وممكن الإنسان اللي قدامك يكون بيمر بحاجة شبيهة فيقولك وانا كمان، وهكذا. يعني ساعات لما الإنسان فعلا بيقول اللي في قلبه، فعلا بيقول اللي حسه، بيتفاجئ من ردة فعل من كتر ما هي بتبقى ردة فعل إيجابية. الإنسان اللو مينتننس ده اللي هو مش محتاج صيانة من الناس اللي حواليه، مش محتاج مجهود من الناس اللي حواليه، مش محتاج يتصالح، مش محتاج ياخد سابورت، مش محتاج مساعدة، مش محتاج حاجة. ده بيبقى إنسان ثمين جدا بالنسبة للناس، يعني إنسان ذو قيمة. بس إن أنت تفضل في حياته بس مش هيعمل لك حاجة، خلاص انت كده انتهيت، انت كده حطيت نقطة عند آخر السطر بتاعك. لأن هو شايفك، وهو غصب عنه برضو، هو بني آدم، هو شايفك من وجهة نظره انت مش محتاج حاجة. يعني بازل مكتملة، احط فيها بيس ليه؟ انت فاهمني؟ فخلاص ما فيش داعي بقى نسأل، ما فيش داعي نعمل مجهود، ما فيش داعي نسأله انت فين، مالك، عامل ايه، اخبارك ايه، محتاج حاجة، مش محتاج حاجة. هتفضل عايش كده صون فصون. هيبقوا عايزينك تفضل في حياتهم لمجرد ان انت لو مينتنس، ولكن ما حدش هيعمل لك حاجة. ده الواقع، مش شر وخبث من الناس خالص يعني. وده للأسف بيؤدي بعد كده ان انت بتبقى عايش حاسس ان انت لوحدك. حواليك ناس كتير قوي، عندك صحاب كتير قوي، بتروح وبتيجي وبتخرج وبتعمل كل حاجة، ولكن لوحدك، لان انت فعليا لوحدك. انت حابس كل الحاجات اللي significant بالنسبة لك، اكبر مؤثرات على حياتك، اكبر حاجات او اكتر حاجات بتفكر فيها انت حابسها جواك، جوه عقلك وجوه مخك فانت عايش اصلا فعليا في عالم لوحدك. فازاي هتبقى قاعد مع الناس وحاسس ان انت في بوند وفي كوميونيكيشن وانت اصلا في عالم انت مخبيه؟ هتحصل ازاي يعني؟ فخلي بالك، الناس بتصدق النسخة اللي انت بتعرضها، محدش هيبقى مهتم يشوف behind the scenes. How many times did you check a movie's behind the scene؟ غير مثلا تايتانيك، عشان كلنا اكيد كنا عايزين نعرف ايه اللي بيحصل ورا العبث ده كله، بس يعني محدش مهتم يعرف الباك جراوند ايه، البيهايند ذا سينز ايه. هم هيشوفوا اللي انت بتصدره. وده هيؤدي لنقطة تانية برضو، وهي ان انت يوم ما يحصل لك حاجة بعد الشر عليك، مش هيكون في تعاطف، لان انت حياتك انت مصدرها
ان انت تمام 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 تمام، وبعدين حصل لك ترب، فهو هيبقى فعلا ترب. الناس هتشوفه اللي هو ايه ده عنده ترب، يا حرام كوكو يا اختي جميله حلوه عندها ترب، كبرنا وبقى عندنا تربات خلاص. that's it. you are not gonna gain any empathy or sympathy او اي حاجه اخرها THY، لان انت اصلا المفروض هما بيبقوا شايفين بقى ان انت ايه، ما تاخد لك حاجه بقى يا عم بدل ما انت قاعد كده. فاصلا هيبقى حاجه فالid جدا بالنسبه لهم، اللي ما هو طبيعي بني ادم ده لازم يحصل له مشكله، امال ليه كان هيعيش حياته كده يعني؟ وده كله انت اللي عامله، كل ده انت اللي عامله، انت العالم ده انت اخترعته، فما تلومش على حد. فالخلاصه يا جماعه مش كل حاجه تقول عادي، مش كل حاجه تقول مفيش، مش كل حاجه تقول انا تمام انا كويس انا يعني. ده مش رضا لو انتوا فاكرين ان ده رضا، الرضا ان انا ابقى بقول يا رب الحمد لله على كل شيء واصبر، بس ملوش علاقه خالص بان انا اعبر عن مشاعري واقول حاجه انا بمر بيها او اشرح وضع معين انا محطوط فيه. دي حاجه ودي حاجه، بلاش ندخل الامور في بعض، بلاش لان في الاخر ربنا عرفوه بالعقل. انت عندك عقل، هل انت شفت في اي حاجه من اللي انا قلتها دي شيء طبيعي؟ ما انت هتقول لو انت بقى بالمنتاليتي بتاعت الشخص اللي بيقول الرضا، يعني اقول الحمد لله واسكت واحط جزمه في بقي وما اتكلمش وما اعبرش وما اقولش، هل انت شايف نتيجه ده نتيجه عادله؟ يعني هل انت شايف انه عدل ان انسان يعيش كده مكتوم كده شبه الفانيلا المكمكمه والناس اللي حواليه عماله تلقفها لبعض وهو يفضل عايش حياته كده؟ لا، ده انسان بيظلم نفسه، وربنا حذرنا من ظلم نفسنا. فعشان كده بقول لكم التوازن مهم جدا. فرق ما بين الرضا الداخلي والاطمئنان والرضا بقضاء ربنا والصبر، وفرق ما بين انا اعبر واقول بس انا بمر بايه، عشان الناس اللي حواليا تكون فاهمه ان انا I have enough on my plate ومش قادر اخد يعني فراولايه زياده على طبقي، خلاص انا طبقي ممتلئ. واتمنى تكونوا استفدتوا بهذه الحلقه، ولو عندكم اي كومنتس او عندكم اي حاجه تخص هذا الموضوع او اي موضوع تاني اكتبوا لي في الكومنتس، اعملوا لي لايك وسبسكرايب والله انا نسيت، والله العظيم نسيت، بس يعني دمتم سالمين.